مسجله عندي. لا. ورجعنا مره ثانيه مشاهدينا، ومعدنا مع فقره المطبخ. وزي ما قلنا فقره المطبخ من الفقرات المفيده جدا اللي بناخد منها وصفات مع الشيف هاني السيد. برحب بيك مره ثانيه. ويعني انا شخصيا كنت عماله اسال اسئله، دايما بنستفيد من هذه الفقره. والنهارده احنا زي ما قلنا بنعمل التارت تاتان، وهو طبق من الاطباق الحلوه من المطبخ الفرنسي. وخلينا احنا كنا بنتكلم عن قبل ما نتكلم بقى عن العجينه، بنتكلم عن عجينه الكيش. مدام سالي بتسال بتقول تنفع العجينه بتاعه التارت نعملها كيش؟ فقلت لها لا، دي عجينه مختلفه، ودي عجينه سابليه، ودي عجينه كيش. عجينه الكيش بتاخد محتوى في الزبده اقل، يعني ال 500 جرام دي ممكن نحط لهم 150 جرام زبده، رشه ملح، بتاخد خميره. دي مختلفه، دي ما بتاخدش خميره ولا بتاخد زبده بالشكل ده، دي بتاخد ضعف الكميه زبده تقريبا. يعني لو حطينا 200 جرام دي بنحط لهم 100 جرام زبده. خلينا نقول المقادير بقى بالظبط عشان تنزل النهارده معانا ان شاء الله تارت تاتان دهوت من الوصفات اللي بيشتهر بيها المطبخ الفرنسي. وكان له حكايه انه اختين كانوا بيديروا فندق صغير، وكان عندهم زحمه في راس السنه، فنسيت تحط طبقه التارت اللي تحت عشان تحط فوق التفاح، فحطت التفاح مباشر وغطته بالعجينه. فاحتارت هتعمل ايه، وهي بتقلبه لقت التفاح هو اللي فوق والعجينه هي اللي تحت. فهو طبق جه بالصدفه، ولكن اصبح دلوقتي من اشهر الاطباق اللي موجوده في المطعم الفرنسي، واللي ما بتخلوش منه معظم المنيوهات اللي بتقدم الاكل الفرنساوي. اكيد. نبدا مع بعض. التارت سهل وطبق جميل. هنبدا مع بعض الاول نعجن عجينه التارت عشان تبدا مدام سالي تتعلمها معانا وما تغلطش فيها. عندنا هنا 200 جرام دقيق. المكونات طبعا هتظهر على الشاشه، واحنا عندنا بنحط لهم حوالي 100 جرام زبده. يعني 200 جرام نصهم يعني نص الكميه على قد ما نص الكميه على قد ما نص الكميه. مكونات بسيطه خالص. بنبدا نعمل ايه بقى؟ بنمسك الدقيق ده، الحيله بقى اللي هي اللي ستات البيت ما تاخدش منها، ان احنا لازم نفرك كويس الزبده مع الدقيق من غير اي سوائل. ونبدا بالشكل دهوت. عجينه سهله وبسيطه، وممكن نستخدمها زي ما قلت لحضرتك في اكتر من طبق. ممكن نستخدمها للفطير المفتوح اللي هو الابل باي او الابل تارت او وات ايفر، او بسكوتات نعمل منها هي عجينه بسكوت. ممكن نضيف لها بعض المنكهات زي القرفه زي الجنزبيل، ونستخدمه كبسكوت للبريكفاست. جميل قوي وسهل جدا. واحنا شغالين في العجينه دهيت هنحتاج طبعا برضه ست البيت تبقى لماحه كده. طبق ياخد وقت طويل، ممكن نشتغل في اكتر من حاجه مع بعض. فاحنا هنحتاج كراميل. الكراميل سهل جدا، عباره عن سكر. ايه النصيحه بقى عشان اعمل كراميل يبقى ناجح يعني؟ الكراميل الناجح احنا هنعمل دلوقتي نوع من الكراميل ده هيتميز ان احنا هنضيف له زبده بس. حطيت انا كل اللي انا حطيته سكر وميه بس. مجرد ان انا حطيت السكر بس المقدار ايه يا شيف هاني؟ يعني ممكن انا هستخدم في الوصفه بتاعتي ديت حوالي 150 جرام سكر. بحط عليهم معلقتين كبار ميه مع 150 جرام سكر معاهم معلقتين مع معلقتين ميه حطيناه الاول على مع معلقه زبده. مع معلقه زبده. ودي برضو يعني مش كل الكراميل اللي بيتحط معاها زبده، بس احنا محتاجين في الوصفه بتاعتنا ديت زبده على اساس ان احنا ايه. طب هسالك سؤال تاني يا شيف هاني، ايه الحاجات اللي ممكن تبوظ الكراميل واحنا بنعمله؟ انه يتحرق منك. لو خد لون زياده بيمرر على طول دايركت. ده لو احنا علينا النار مثلا. احنا معانا طبعا مقادير على الهواء برضو بننوه ان احنا المقادير معانا للي حابب ان هو يكتبها، وحطوها معانا طول ما احنا شغالين. تبداي تحطي برضو لو ست بيت مستعجله ولا حاجه، ما تحاولش تسخن طاسه قوي وهي بتعمل الكراميل بالذات، لانه السكر بيتحرق بسرعه فبيدي طعم المراره. يعني نحط الطاسه تسخن على طول، نحط ما نستناش لما تسخن قوي، نحط السكر عليها مستحبه، ونحط معلقتين ميه فوق المكونات دهيت ونسيبها تغلي لحد معلقتين ميه. ده لما السكر يسيح ولا على طول من لا الأول؟ مع السكر عادي مفيش اي مشكله. مع السكر انا حطيته مباشر اهوت. انا مجرد ان انا احط السكر شلته من على البوتاجاز وحطيته معلقه الزبده واسيبه كده لحد ما اخد القوام اللي انا محتاجه. خلاص. اللي ما بيعرفش يعمل كذا حاجه في نفس الوقت زي ما الشيف بيعجن وبيعمل الكراميل. احنا بس مرتبطين بالوقت، فانا عاوز اوصل الفكره للساده المشاهدين. يعني سيده المنزل ما تاخدش المخاطره دي عشان ما يبص. لا كده بدانا دوبنا الزبده كلها في الدقيق اهيت خلاص. عندي بس مقدار بيضه على المكونات اللي انا بعملها ديت. انا بالظبط بيضه واحده اهيت خالص.
انا ما ضفتش اي حاجه ثانيه. 200 جرام دقيق و100 جرام زبده وبيضه واحده ومعلقتين ميه خفاف خالص عشان افك بيها البيضه بس، مش ان عاوز اضيف سائل ولا حاجه، عشان افك فيها البيضه دهيت. طب خليني اسالك شوف ونقلبهم كده. يعني لو احنا هنزود المقدار هيبقى بدل يعني مثلا لو بقى 400 جرام هتبقى بيضتين مش بيضه. يبقوا بيضتين ويبقوا 200 جرام زبده. بالظبط. لو هنزود المقدار نعمل اكتر من ايه. حاجه ثانيه، الدقيق اللي احنا استخدمناه دلوقتي لو حد ما بيحبش يستخدم دقيق ابيض ممكن يستخدم الدقيق البر العادي اللي هو الاسود العادي ده الكامل. وما فيش اي مشكله خالص. احنا قلنا قبل كده ان فكره المطبخ فكره سهله وبسيطه، وست البيت ما تخافش، تباديل وتوفيق. الفكره ممكن تنفع مع اكتر من صنف. احنا دلوقتي هنضيف البيض والسائل، برضو بنفس الطريقه هيطلع معانا عجينه متماسكه وجميله. هنبدا نضيف لها مع المكونات دهيت 20 او 30 جرام سكر على المقدار دهوت، بس ايه نحس ان فيها سكر مش اكتر، لان المكونات عندنا كلها اوريدي فيها فيها سكر، وهنعمل صلصه فيها سكر، فما احناش عاوزين السكر يطغى على طعم التفاح الجميل. طب بالنسبه للتفاح بقى، خلينا نتكلم على التفاح. اتفضل. احنا مستخدمين هنا تفاح اخضر. التفاح الاخضر من الحاجات الجميله جدا للطبيخ، يعني افضل نوع للحلويات ان قلنا يستحمل النار واقدر اطبخ بيه او اعمل بيه اصناف داخل المطبخ. التفاح الاخضر من الانواع اللي هي المفضله، لان طبعا الالياف بتاعته متماسكه عكس انواع ثانيه كتيره نسبه السكر فيها اعلى، واليافها مجرد انك انت بتحطيها في بتدوب تقريبا، انما الانواع الخضراء تقريبا بالتالي كمان مزازه التفاح الاخضر بتوازن الحلاوه بتاعت الحاجه الحلوه. بالظبط. انا عندي التفاح الاخضر من له الانواع الخضراء عموما، ويليها الانواع الصفراء اكتر مزازه من الانواع الحمراء تقريبا كلها، او الانواع اللي هي بتبقى واخده الوان مختلفه. انا عندي دلوقتي عجينه التارت اوريدي. ايه سابليه؟ ايوه عجينه التارت او عجينه السابليه، عجينه متماسكه خالص اهي معايا اهي. يعني برضو حابين ناكد عليكم ان العجينه اللي بيعملها الشيف هاني نقدر نستخدمها في اي حشوات، يعني اللي مش حابب يستخدم تفاح ممكن يستخدم تين مثلا. طبعا انا لسه يعني ما شاء الله مدام سالي بقت شيف محترف، انا لسه بتكلم في نفس انا هنفسك شيف هاني بس احنا عندنا اوريدي صلصه الكراميل زي ما احنا عاوزينها كده اوريدي خلاص. انا ما عدتش عاوز منها اكتر من كده. دلوقتي عندي عجينه السابليه خلاص، او عجينه التارت خلاص اتعجنت كويس. بسيب العجينه دهيت تستريح قيمه 15 دقيقه، من 10 ل 15 دقيقه على المكونات ما تتماسك، ولكن هي اوريدي بقت عجينه عندي. خدت بيض، خدت سكر، خدت دقيق، خدت زبده، بس دي مكونات. مفيش فانيليا بقى ولا اي حاجه؟ ببساطه الفانيليا اللي بيحب برضو ريحه الفانيليا يحط، اللي بيحب ريحه القرفه مثلا القرفه يحط. حاجه بسيطه كده تنكه القرفه. احنا الفانيليا احنا هنستخدمها برضو واحنا بنشتغل. هنسيب العجينه دهيت تستريح، ونبدا نجهز التفاح بتاعنا. التفاح بتاعنا زي ما قلنا كده التفاح الاخضر. هنبدا نجيب التفاح زي ما احنا شايفين كده ونقشره. لازم يتقشر؟ طبعا لازم يتقشر على اساس ان احنا نتخلص من القشره، لان القشره. طب في حاجات تانية، وصفات تانية ممكن نستخدم فيها القشره اللي احنا هنعملها؟ انا هستخدم حضرتك القشره دلوقتي حالا. يعني انا ممكن بدل مرميها استخدمها نوع من انواع الديكوريشن اللي زي التارت بتاعي. قشر التفاح من الحاجات، او قشر الخضروات الفواكه اللي بيحتوي على نسبه جيلاتين عاليه. يعني لو انا خدت القشر ده وغليته بينتج عني جيلاتين اصله نباتي جميل جدا. ممكن استخدمه بقى في انه المع بيه وش التارت بتاعي. لو يعني دايما احنا نروح الحلواني نلاقي بيلمع وكده، بيستخدموا البقايا بتاع التفاح ومخلفات الفواكه اللي عندهم، يغلوها ويطلع منه جيلاتين نباتي، بيبقى جميل قوي. طيب احنا هناخد استاذنك ان احنا ناخد اتصال هاتفي من لبنان. امال، اهلا يا امال. الو مرحبا يا سالي. مرحبتين، ازيك؟ ايه الاخبار؟ ازيك حبيبه قلبي؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه، وكل اهل لبنان طيبين، وكل الشعب المصري بخير وسلام، وان شاء الله سنه 2015 تكون سنه خير وبركه وبهجه وسرور على الشعب المصري الغالي على قلوبنا. يا رب يا رب، على كل الشعب العربي باذن الله. حبيبه قلبي امال، قولي لنا انت عندك تساؤل على التارت اللي بنعمله النهارده، ولا عندك سؤال مختلف؟ هو بصراحه جميل جدا. يعني بقول لك شغله سالي، انا عم سجل الحلقه.
طب برافو عليكي. انا نفس الحاجه كنت لسه بقولها للشيف هاني قبل ما نطلع. يعطي الف مليون عافيه يا رب. الله يعافيك، واهلا بيك واهلا بالمشاهدين في لبنان العزيزه علينا كلنا. الله يخليك يا رب. بدي من حضرتك الكريم تقول لي كيف بيعملوا البيتزا مع فطر مع المشروم. مع المشروم. ايوه. وكمان لو سمحت في سنة بطاطس زي بتعملوها على الطريقة المصرية، البطاطس مع الفراخ. انت على فكره احنا قلنا لك البطاطس مع الفراخ قبل كده، بس انت شكلك ما كتبتيهاش، فهنقولها لك تاني بس. لا كانت عندنا الكهرباء مقطوعه. معلش هنقول لك البطاطس بالفراخ على الطريقه المصريه. باي باي. الله يعافيك يا امال. ان شاء الله. يعني شوف هاني، احنا هنرجع مره تانية وهنقول لامال الوصفات اللي هي حابه تسمعها، وهنرجع ونكمل برضو التارت، لكن بعد ما نخرج معاكم الفاصل ونرجع نواصل مره تانية. تانية مشاهدينا، ويعني لسه بنستكمل معاكم فقرة المطبخ، وكنا بنعمل التارت تاتان وهو من أشهر أطباق الحلويات بالمطبخ الفرنسي. وبنرحب مرة تانية بالشيف هاني السيد. أهلا بك يا شيف هاني مرة تانية. وإحنا طبعا يعني في خطوة كده عملناها وإحنا خلال الفصل. احنا دلوقتي ما احنا لسه بس بنجهز التفاحة بالشكل دوت. اللي ما عندوش قطعة التفاح دهيت ممكن يشيل اللب بتاع التفاحة ويبدأ يقطع التفاحة 8 أجزاء بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونبدأ ناخد التفاح ونحط الكراميل في أرضية التري اللي احنا بنشتغل فيه، أو الصينية اللي احنا هنستخدمها، ونرصه بالشكل دهوت. أنا برصه مباشر. هي عمالة بتعمل كده عشان خاطر العين لسه سخنة. مش العين سخنة، احنا عاوزينها سخنة. أنا دي بتاخد جزء على الإيه؟ يعني انت مسخن العين. احنا يعني لما نيجي نعملها نبقى لازم تعمليها بالشكل ده زي ما انا بعملها دلوقتي. هنسيبها لمده 4 أو 5 دقائق بالشكل ده. عشان ايه شوف؟ عشان التفاح ياخد عشان التفاح يطرى ويتفاعل كمان مع الايه، مع الكراميل. طب خليني اسالك، ده مش هيخلي الكراميل ممكن يتحرق؟ لا ما هو هيبدا ينزل ليكويد من التفاح. السائل بتاع التفاح هيبدا ينزل مع الكراميل. صعب جدا انه ايه يتحرق. الخطوه اللي بعد كده احنا هنبدا العجينه اللي احنا سيبناها تستريح، هنبدا نفردها مع بعض كده. العجينه دي عشان نستفيد منها كويس لازم نفردها بين طبقتين ورق بلاستيك بالشكل ده كده. اوكي. لازم نفردها لانها عجينه طبعا قويه وعاديه او عجينه قاسيه. هنبدا نفردها بالشكل ده اهو. هي لازم نفردها بايدينا؟ مش ممكن تفرديها بايديكي لحد ما تبقى تاخد سماكه خفيفه كده، ونبدا بعد كده نكملها بالايه، بالنشابه بتاعتنا العاديه خالص دي. بس ان العجينه اللي ماسكه نفسها يعني، ولا بتتقطع وبتتكسر كده بس؟ لا هي بتتكسر. انت قلت لي اني حاولت اعمله وانا صغيره، العجينه كانت بتتكسر بالظبط. ما احنا عشان كده لازم نفردها بين طبقتين مشمع عشان ما تتكسرش مني. انما هي مجرد انها بتخش الفرن بتبدا تتماسك وتتماسك بسرعه جدا. انا كده عندي تقريبا العجينه بالشكل دوت. هنبدا. طب سؤال، يعني انت شوف هاني، نعرف ان العجينه نجحت او فشلت يعني، علشان على اساس برضو هنا لما تطلع من الفرن ما تبقاش ناشفه قوي او ما تتكسرش برضو هي دي مكونات عجينه السابليه الاساسيه. لو في اي اضافه او انا عاوزاها طريه شويه ان انا اقدر، دي كل ما احط لها سائل هتنشف منك اكتر. كل ما نزود السائل هتنشف اكتر. طب ايه اللي يخليها تبقى طريه؟ الزبده الزياده. تخليها هنبقى مشكله دلوقتي نخش. انما السائل الليكويد بيأثر عليها، بينشفها. زي ما احنا معلومه مهمه جدا. زي ما احنا شايفين دلوقتي بدأت ريحه التفاح تظهر عندي. تطلع مع بعض. ايوه. زي الفانيليا والقرفه والحاجات دي ممكن تبقى. هنبدأ. طب لو عايزين نزود على التفاح. انا ببدأ اهوت زي لسه قبل ما نتكلم. انا عندي سنه فانيليا صغيره ممكن اضيفها على التفاح. بس احنا بنضيف الفانيليا ناخد بالنا ان الفانيليا لو زادت ممكن تمرر. طبعا هتبدا بقى ريحه الفانيليا تتفاعل مع الكراميل مع التفاح. دلوقتي ريحتها جميله جدا دلوقتي من الاسود. لا دي حاجه خطيره فعلا. ايوه. دي احلى حاجه عملناها في الاستوديو. لا
احنا انا دايما في الوصفات بتاعتي بحاول اعملها داخل الاستوديو، ما اجيبهاش جاهزه ولا حاجه يعني، على اساس الساده المشاهدين لا ما انا قصدي تفوتهمش احنا بنعمل خطوات. وصفات كتيره جدا في الاستوديو دايما ريحه الوصفات دي بتكون موجوده، بس يمكن دي احلى وصفه يعني ريحتها مميزه جدا، فبالتالي لو اتعملت في البيت اكيد كل افراد انا دلوقتي خلاص فردت العجينه، طبق زي ده كده مظبوط كده تقريبا الحجم اللي انا عاوزه، ببدا افردها. طب لو احنا دلوقتي الصينيه على النار ازاي انا هبدا بالصينيه من قبل كده ولا لا؟ ما انا عندي طبق المقاسات دي تقريبا بتتوافق مع الاطباق تقريبا يعني. ببدا اساوي بس الزوايد كده بالشكل ده، ونلم الزوايد اللي احنا لو احنا بنعمله بقى ما احناش محتاجينها. يعني لو احنا بقى بنعمله، لو احنا عملنا العجينه الاول، في بقى وصفه ان نعمل العجينه ونحطها في الصينيه وبعدين ندخلها الفرن ونطلعها يعني. ده اللي هو التارت العادي بقى. اي تارت عادي. احنا بنبدا الصينيه تقريبا زي كده، او اللي هي فيها زجزاج، دي بنبدا نسوي التارت ونطلع نفس العجينه. في انواع من التارت بحطها عجينه طريه وبحشيها وبدخلها الفرن تتحشي. بس ده بيبقى عاوز ايه قدره خاصه شويه، ممكن يبقى صعب على ستات البيت انها تعملها في البيت، الا اذا شافت حد بيعملها ممكن تتعلمها بسهوله. اوكي. دلوقتي عندنا لنا بقى المره الجايه ان شاء الله. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، دلوقتي انا عندي عجينه التارت خلصت دلوقتي كده. طب واحنا بنحطها، ممكن نجاوب على سؤال امال بالنسبه للبيتزا؟ بالنسبه للبيتزا دايما احنا عملنا حلقه مره على البيتزا، اكتر سؤال بيتسال تقريبا في كل برامج الطبخ في اي قناه البيتزا. دايما البيتزا من الحاجات العجائن السهله جدا. كيلو الدقيق بياخد معانا كوبايتين ميه، نص كوبايه زيت، رشه ملح، خميره، بس كده. العجينه زي ما احنا شايفين كده. اوكي. قلبناها. احنا ممكن نعمل حلقه الامل عن البيتزا يعني، عن البيتزا بالظبط. هي سالت عن البيتزا وسالت عن حاجه ثانيه، بطاطس بالفراخ تقريبا. البطاطس بالفراخ، البطاطس المصريه بالفراخ. انا عندي دلوقتي كده الطرف تقريبا خلص. بدخله الفرن، بيقعد تقريبا 15 دقيقه، من 10 15 دقيقه في الفرن تحت الشوايه كده. يعني لما ندخله الفرن لازم يبقى الشوايه او الجزء العلوي من الفرن هو اللي شغال. هو اللي شغال ومش قدر الامكان نحاول ما نشغلش خالص، لان احنا اوريدي سوينا التفاح من تحت. اخر خطوه عندنا في التارت دهوت اللي نختمها بيه دايما، احنا عاوزين صلصه مع فاحسن صلصه تخرج معاها هي اللي هي صلصه الكرام اللي احنا اتفقنا عليها. بس هنزود لها سريعا وانا بالشفاني شويه مكسرات وشويه زبيب. احنا دايما لما بناكل الابل باي او الورد ممكن نلاقي فيه شويه زبيب موجودين. احنا دلوقتي حطينا السكر عشان نعمل الكراميل، حطينا عليه معلقه الميه اللي انا قلت لحضرتك عليها، ونبدا بس ندوب السكر لحد ما ياخد معايا اللون البني. لو طبعا بحب القرفه زي ما قلت لحضرتك كده، ممكن اضيف له يعني هي بالتالي القرفه هتبقى هايله في الشتاء كمان. انا حطيت فانيليا على التارت، انا هحط هنا رشه قرفه صغيره. عايزين مره بقى شيف هاني نعمل الوصفه بتاعت هي عشان هي علامه تجاريه مش هنعرف نقول الاسم قوي، بس اللي هي اللفائف القرفه عارف انا بتكلم على ايه؟ يعني هنلاقي لها اسم ان شاء الله، وهنجيب الوصفه دي للماركه شهيره جدا ان شاء الله. ماركه شهيره، اي حاجه مصنعه ممكن تتعمل في المطبخ طبعا اكيد لو تعرفت الطريقه الصحيحه. كل اللي احنا بنعمله، عملنا صلصه كراميل، بنضيف له بس شويه مكسرات، اي مكسرات، صنوبر، فستق، اي حاجه، عندي زبيب، اي حاجه بحطه بالشكل ده هو. تمام بس خلاص كده. عندي اصبح مكسرات مكرمله، ما فيش اكتر من كده ولا اقل. احنا بس هنبص على الطرت
طيب بتاعنا. احنا عشان وقتنا ممكن في اخر الحلقه نبقى يعني نسيبها لاخر الحلقه ونبص عليه في اخر الحلقه لما تجهز ممكن تماما. نبص عليه في اخر الحلقه. بالظبط نبص عليه في اخر الحلقه، لان هو الشيف هاني بيكون حريص ان هو يعني يعمل لنا حاجه فريش جوه الاستوديو. انا بشكرك جدا شيف هاني السيد على تارت التاتان من المطبخ الفرنسي اللي قدمته لنا النهارده، وهنروح معاكم مع مشاهدينا الفاصل. هنرجع مره ثانيه نواصل فقره الاكسسوارات، ويعني يا رب تستمتعوا بيها.